مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، فضلا وليس أمرا لا تنسونا بدعمكم الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك ليصلكم كل جديد متعلق بعيد الأضحى والأخبار المغربية. إذا بدات الموانئ المغربية وعلى الرأس ديالها مدينة طنجة كتستقبل أولى الشحنات ديال الغنم الجاية من إسبانيا، خصوصا مع واحد السلالة سميتها سلالة ميرينو. وهذا الشيء جا في إطار خطوة من الحكومة باش تواجه الطلب الكبير على اللحوم الحمراء وتحاول توقف الارتفاع ديال الأسعار، خاصة مع قرب عيد الأضحى. حسب مصادر مطلعة، فالدفعة الأولى اللي فيها تقريبا 1000 رأس ديال الغنم توزعت على عدد من الأقاليم الداخلية بينها إقليم خريبكا، وهذه العملية داخلة في خطة باش يتقوى تموين السوق الوطنية ويتخفف الضغط على القطيع المحلي. هذه المبادرة كتدخل ضمن مجموعة ديال الإجراءات اللي دارتها الدولة بشكل استباقي باش تدير توازن بين العرض والطلب، خصوصا في واحد الظروف صعيبة سواء من ناحية المناخ ولا الاقتصاد. كما كنعرفوا الجفاف تزاد سنوات على سنوات وزاد حتى التكلفة ديال الأعلاف، وهذا الشيء كامل خلى عدد الماشية اللي ينقص والأسعار كما كنعرفوا جميعا طلعت في الأشهر الأخيرة إلى أرقام اللي هي قياسية. هذا القرار خلق نقاش كبير في مواقع التواصل الاجتماعي بيننا حنا المغاربة، تقسمنا إلى فئات متعددة. كاين اللي كيشوف بلي الاستيراد حل ضروري باش نخفض الأسعار ويتوفروا الأضاحي، وكاين اللي كيعترض وكيقول بان هذا الشيء غير حل مؤقت وغادي يضرب الكسابة ويزيد يعقد الوضع ديالهم، وكيطالب بان الدعم يتوجه مباشرة للفلاحين الصغار عوض اننا نستردوا هذا الغنم. وكاين نوع اخر او ناس اخرين عندهم تخوف كبير من تاثير هذا الغنم المستورد على الجودة ديال الاضاحي وحتى على الثمن الحقيقي اللي غادي يوصل للمستهلك في الاخير. والبعض الاخر كيتساءل واش هذا الحل فعلا غادي ينجح في خلق التوازن في السوق بلا ما يتضروا المنتجين المحليين. اذا خلونا الاراء ديالكم الاخوان في هذا الاستيراد، واش نتوما مع او ضد ولماذا؟